بقى ناخد القسم الثاني، وهو يعتبر قسم خاص بحاجه اسمها المصروفات والايرادات. المصروفات والايرادات هي باختصار شديد برضو كتعريفات انا عاملها. قال لك ان المصروفات هي اكسبنسز، او المسمى بتاعها بالانجليزي هو اكسبنسز. قال لك هي جميع المبالغ التي تنفقها الشركه بهدف زياده الايراد او استمراريه النشاط. طبعا انا ملخص الموضوع في سطرين، لان انت هنا المصروفات دي انت يا اما هتصرف فلوس بتزود بيها ايرادك، زي مثلا عملات بيع، زي مثلا حملات تسويقيه، اعلانات، وهكذا. يا اما حاجه اسمها استمراريه النشاط، زيها مثلا زي فكره ان انت لازم تدفع مرتبات الموظفين عندك عشان تستمر، لازم تدفع مثلا ايجار مقر انت مأجره عشان تشتغل فيه. فكل الحاجات دي هي استمراريه نشاط، لكن الحاجات الاولانيه كانت زياده ايرادات. طيب، الفكره هنا ايه؟ الفكره هنا ان انا بقول ان المصروفات هي فلوس انا بدفعها من الشركه عندي من حساباتي عشان ال الهدفين الاساسيين دول. طيب، قال لك ان المصروفات هي طبيعتها مدينه. المصروفات طبيعتها مدينه، وزي ما احنا فهمنا بقى طبيعه الحساب معناها ايه. قال لك ان قائمه القائمه الختاميه بتاعتي هي حاجه اسمها قائمه الدخل. قائمه الدخل، او بمسمى تاني اسمها قائمه الارباح والخسائر. قائمه الارباح والخسائر، او بمسمى ثالث حاجه اسمها البي اند ال. ايه يا عم البي اند ال؟ هي اسمها بروفيت اند لوس. بروفيت اند لوس، اختصارها ايه؟ اختصارها بي اند ال. انا بقول الثلاث مسميات دول ليه؟ لان انت حضرتك ممكن تسمع المسميات دي عادي في اي مكان، ما تستغربش لو حد قال لك مثلا عايزين نطلع بي ال. ايه يا عم البي ال ده؟ ده دواء ده يعني ولا ايه ده؟ لا، فالبي اند ال هي اختصار البي بروفيت اند لوس. ده الاختصار بتاع قائمه الدخل. طيب، اخر حاجه عندي في انواع الحسابات هي الايرادات. فبالنسبه لي الايرادات هي المفهوم بتاعها او المسمى بتاعه اسمه انكم، يعني ايراد او دخل. فهنا الايراد بالنسبه لي هي جميع المبالغ التي تحصل عليها الشركه مقابل بيع المنتجات وتقديم الخدمات. يعني ايه بيع المنتجات او تقديم الخدمات؟ يعني انا لخصت برضو الموضوع في سطرين. انا اي شركه بشتغل، البرودكت بتاعي او المنتج بتاعي اللي انا بيعه ممكن يكون حاجه اسمها سلعه او خدمه، ملهاش تالت. يعني ايه ملهاش تالت؟ طبعا انا بتكلم على الشركات الربحيه، ان عندي حاجه اسمها شركات ربحيه، او عندي حاجه اسمها منشات غير هادفه للربح، ان هي بتبقى بتشتغل زي فكره جمعيات خيريه وحاجات دي، فدي ما بقاش ايه هادفه للربح. لكن المنشات اللي هي هادفه للربح، زي النشاط التجاري، زي نشاط المقاولات، زي السياحه، زي المستشفيات، زي كل الحاجات دي، انا عندي حاجه اسمها سلعه بقدمها. السلعه دي ممكن تكون شيء ملموس زي منتجات، او في غير ملموس زي حاجه اسمها خدمات. واديك مثال، لو انا مثلا شركه تجاري شغاله في اجهزه كهربائيه، فالمنتج بتاعها هو الاجهزه الكهربائيه دي. عندي مثلا شركه بتقدم خدمه زي خدمه مثلا تنفيذ برنامج اودو، او مثلا سوفت وير، او تقديم دعم فني. فالخدمه هنا هي خدمه غير ملموسه، فبالتالي انا باخد الايراد بتاعي لما بقدم خدمه. لكن الراجل الاولاني هو بياخد الايراد بتاعه وبيتحصل على الايراد بتاعه لما بيبيع السلعه بتاعته او المنتج بتاعه. تمام. طيب، قال لك ان الايرادات هي طبيعتها داينه. طبيعتها داينه، وفي نفس الوقت القائمه الختاميه برضو هي ايه؟ هي قائمه الدخل، او زي ما احنا قلنا الارباح والخسائر. طيب، ركز بقى في النقطه اللي هقولها دي. حساب المصروفات او حسابات المصروفات وحسابات الايرادات حاجه اسمها حسابات اسميه او حسابات مؤقته، او بيتقال عليها حاجه اسمها حسابات وهميه. حسابات وهميه بمعنى ايه؟ النهارده انت عندك مثلا مصروف اسمه مصروف انتقال. هل مصروف انتقال ده هي حاجه انت ممكن تبقى ملموسه بالنسبه لك، حاجه تشوفها، حاجه تتعامل معاها، ولا مجرد مسمى بس؟ ده مجرد مسمى انا بثبته عندي للشغل بتاعي عشان اعمل عليه حركه، اعرف والله انا صرفت مثلا السنه دي مصاريف انتقالات قد ايه. عندي مثلا مصروف تسويق نفس الكلام. عندي مثلا تعالى الناحيه الثانيه في الايرادات، عندي حاجه اسمها ايراد بيع خدمات، او ايراد مثلا مخلفات. كلها مسميات وهميه، عشان كده بقول عليها مسميات اسميه. في نفس الوقت دي حاجه انا مش بقدر المسها ومش بقدر اتعامل فيها. طيب، في بين قوسين كاتب حاجه اسمها مؤقته، لكن انا فوق قلت لك دي حسابات دايما. طب انا ليه كاتب مؤقت؟ هقول لك حاجه بسيطه جدا عشان تفهمها. انا مع نهايه كل فتره، مع نهايه كل فتره لازم اعمل القوائم الماليه بتاعتي. طيب، انا اول قائمه بعملها هي ايه؟ بالترتيب اللي انا هقوله هي قائمه الدخل. اول قائمه من القوائم اللي انا بعملها هي قائمه الدخل، اللي هي قائمه الارباح والخسائر، عشان ابقى عارف انا كسبان ولا خسران. طب انا كسبان ولا خسران؟ وبعد كده هعمل ايه؟ الرقم اللي بنقول عليه حاجه اسمها صافي الربح او الخساره،
ده مين هيتحمله او مين هيستفيد بيه؟ صاحب الشركه. فاللي هو بالنسبه لي هيخش معايا في حاجه اسمها ارباح وخسائر العام. بيخش عندي تحت بند ايه؟ حقوق الملكيه. لما انا قلت لكم بيبقى عندي حاجه اسمها حقوق الملكيه بتبقى دين على الشركه تجاه اصحابها. فالرقم اللي انا باخده من قائمه الدخل اللي هو صافي الربح والخساره ده بيكون هو بالنسبه لي الفرق او المتمم في الميزانيه بتاعتي. فانا مش هعرف اعمل الميزانيه الاول غير لما اعمل قائمه الدخل بتاعتي الاول، عشان اطلع انا كسبان ولا خسران. وباخد الرقم ده بحطه عندي في الميزانيه بتاعتي عشان اقفل او اساوي الميزانيه بتاعتي في الشكل بتاعها اللي هنستعرضه مع بعض بعد كده. طيب، اخر نقطه، فكره المؤقته ان انا كل سنه لازم اعمل قائمه دخل، ولازم ان انا اقفل حاجه اسمها مصروفات وايرادات العام او مصروفات وايرادات الفتره. ليه؟ عشان اعرف المكسب او الخساره بتاعتي. فهنا الحسابات دي انا بعمل فيها ايه؟ بجيب كل حسابات الايرادات، ركز معايا، بجيب كل حسابات الايرادات وبطرح منها كل حسابات المصاريف. طبعا انا بكلمك باللغه البسيطه جدا عشان تفهمها، وبترجمها لك. قائمه الدخل اللي يقعدوا يشرح لك ويقول لك قائمه الدخل ومعدل تكلفه البضاعه المباعه ومعدل مش عارف ايه، لا انا بلخصها لك في كلمتين. ان قائمه الدخل باختصار شديد كانك انت بتعمل معادله رياضيه بحته بسيطه جدا. بجيب كل حسابات الايرادات، بقفلها في حسابات المصاريف. يعني ايه بقفلها في حساب المصاريف؟ يعني مثلا على سبيل المثال انا باجي اقول ان انا عندي ايرادات مثلا ب 100,000 جنيه، قدامها مصاريف الناحيه الثانيه مثلا ب 80,000 جنيه. ففي الحاله دي هيبقى عندي 20,000 جنيه، ده يعتبر بالنسبه لي صافي الربح بتاعي. طيب، يبقى أنا هنا في المعادله المحاسبيه اللي قدامي ايه اللي حصل؟ انا طرحت حسابات الايرادات كلها من حسابات المصاريف، اداني رقم في الاخر اللي هو صافي الربح والخساره اللي انا باخده بحطه كمتمم في الميزانيه بتاعتي. فدي فكره ان انا بقول حسابات المصروفات والايرادات هي حسابات اسميه او حسابات مؤقته علشان الكيس اللي انا شرحتها دي. طيب، هرجع اكد تاني ان الارقام اللي انا كاتبها دي مش مجرد سيريال. رقم 4 بيرمز الى المصروفات، رقم 5 بيرمز الى الايرادات. طبعا الترقيم ده خليني اقول لك هو مش حاجه ثابته. يعني ايه مش حاجه ثابته؟ انا قلت لك 1 2 3 وبعد كده قلت لك 4 5. طيب، هتلاقي ناس بتيجي تقول لك ايه؟ البند بتاع الخصوم ده والالتزامات اللي هو رقم 2 بيدخل معاه حقوق الملكيه. بيدخل معاه ايه؟ حقوق الملكيه. ففي الحاله دي رقم 2 بيبقى اسمه الخصوم او الالتزامات وحقوق الملكيه، او الالتزامات وحقوق الملكيه، او الخصوم وحقوق الملكيه. ليه؟ لان هم هنا كمعالجه هم الاثنين بنفس الفكره، هم الاثنين ديون على الشركه. فبالتالي هم بعض الشركات بيجي يعمل ايه؟ بيحط الخصوم مع حقوق الملكيه في بند واحد، فبيكون هو بند رقم اثنين. بيخلي المصروفات ثلاثه او الايرادات ثلاثه، و على حسب التكوين بتاعه، وبعد كده المصروفات مثلا والايرادات بيوجهها زي ما هو عايز. طيب، ده سيناريو ممكن تقابله. طب سيناريو تاني، هتقول لي هنا انت عامل المصروفات رقم 4 والايرادات رقم 5، ينفع نعمل ايرادات رقم 4؟ اقول لك عادي جدا ينفع تعمل ايرادات رقم 4 والمصروفات رقم 5، مش هقول لك لا. طيب، سؤال برضو بيجي في الانترفيو، هل في معيار او هل في حاجه بتجبرني على تكوين او ان انا احط اكواد شجره محاسبيه بطريقه معينه؟ اقول لك مفيش معيار بيقول كده، مفيش حاجه اسمها كده. لان دي برضو من بعض الحاجات اللي انا شفتها بتتسال في الانترفيوهات. في معيار او في حاجه عشان تكون شهر؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. لكن عندي مثلا زي الاي اي اس او الشغل الايفرز والكلام ده كله، ان انا عندي معيار عرض قوائم ماليه. طبعا ده اللي هو فكره بقى ان انا بعرض كل قائمه ماليه ازاي. فقال لك ان طبقا لطريقه عرض القائمه الماليه انا ببدا اكون الحساب بتاعي. عشان كده انا قلت ايه هنا؟ انا عامل بشكل افتراضي اكتر حاجه بنستخدمها رقم 4 بتكون المصاريف، 5 الايرادات. لكن في نفس الوقت انت ممكن تقابل الايرادات هي رقم 4 والمصروفات رقم 5. الاثنين صح، ما عنديش مشكله فيهم طالما التوجيه والنوع بتاعهم صح، ما عنديش اي مشكله خالص. تمام. طيب، ده كده يعني كان ريفيو سريع عن موضوع الحسابات.